فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. مفارقة عجيبة وعظيمة. هذا هو ياتارو أيوساكي، وهذا هو قاسم أمين. ياتارو أيوساكي هو عضو أول بعثة طلابية يابانية إلى أوروبا. أمضى في البعثة 4 سنوات وهو يتعلم صناعة السيارات وفنون إدارة الأعمال في آن واحد، صناعة وإدارة. ذاق من الصعاب والويلات الكثير هناك في البعثة، وتحمل مشقة كبيرة في سبيل بلاده اليابان. كان لا ينام إلا سويعات قليلة، وكل حلمه أن يعود لليابان يعلم ويجعل بلاده في مصاف الدول المتقدمة. ثم عاد إلى اليابان وصنع أول سيارة في تاريخ اليابان، وأهداها للإمبراطور الذي كافأه بأن فتح له مصنعا خاصا به. وبفضل ما تعلمه في البعثة من إدارة، تمكن ياتارو من تحويل هذا المصنع إلى شركة وماركة علامة عملاقة أطلق عليها اسم ميتسوبيشي، وهي العلامة العملاقة اليوم في صناعة السيارات. اليابان تدين لهذا الشخص في إقلاعها الاقتصادي والصناعي. الآن نأتي للشخصية الثانية، قاسم أمين. هو أيضا كان عضو في أول بعثة طلابية مصرية إلى أوروبا. أمضى 4 سنوات في بعثته. ماذا يفعل؟ يحتسي الخمور ويتسكع مع النساء، وعاد إلى مصر ليؤسس أول جمعية نسوية في الوطن العربي للمطالبة بتحرير المرأة من الحجاب، ويمتدح في المرأة الأوروبية المتقدمة المتبرجة والتي تصافح الرجال وتخالطهم، بعكس ما وصم به المرأة العربية المسلمة من تخلف ورجعية. فكان هذا القاسم أمين سببا في انحراف الكثير من النساء المسلمات التي تأثرن بهذا الفكر التغريبي المنحرف. وكل امرأة خلعت الحجاب أو لبست ملابس عصرية متبرجة تكون السيئات التي تأخذها في ميزان سيئاته، في ميزان سيئاته أيضا، من غير أن تنقص من سيئاتها شيئا. وسبحان ربي حين قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم بعد ذلك جعلونا ماذا؟ جعلونا ندرس سيرته بأنه رائد من رواد عصر التنوير وقدوة للأجيال القادمة. فأيهما القدوة الحقيقية؟ أيها السيدات والسادة المتابعين، أيهما القدوة الحقيقية؟ ياتارو أيوساكي الذي ذهب في أول بعثة ورجع مصنعا ومديرا وساهم في الإقلاع الاقتصادي، أم قاسم أمين الذي رجع بفكرة التنوير وتحرير المرأة من الحشمة والوقار إلى التبرج والفجور؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.